كيبرزطني. والمراه هايزه بنادم في كرشه 9 شهور، وملي كتجي تنعس في الشهر الثامن والتاسع كتطلع على الطريق الكامه ودوز رجلها بشويه. علاش ديك الحمل هو يجي بحال كيدار ويتصيب بحال فين؟ علاش ما هايز والو. وكاين اللي كيطيح على الكامه ويبقى ناعس، واحد طاح على الكامه وبقى سيكا كمالها. علاش ما فكرش والو. فاحنا نقدروا التعب اللي كيضرب هذه المراه هذه واخا تغلط معنا ولادي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بان المراه واخا تحسن ليله حياتك كامله وتخطا شي نهار تقول لك انا عمري ما شفت معك شي نهار بيض. ولهذا اللي غيجيب المراه ديالو ليله العروس واحد الشيخ قال له ثم نجيبها وزنها الميزان وزنها. زممونا شهر 9 كدا فيه 2016 50 الكيلو فيها. غضرب واحد عامين معاها وتقول لك جيب لي الروز تجيبو الصفار، وهي كتقاتل لك ديك البياض. تقول لك عمرك ما تسمع الكلام ديالي وانتايز معايا وتقول عمري ما شفت معاك الربح، انا من النهار اللي ديتك ما شفت معاك هذا. تجبد ديك الميزان وتقول لاش طلع فوق هذا الميزان، غتجبر فيها 60، تقول لها جبتك فيك 50 ودابا 60، هذه 10 ديالي غتزدحني فيها 10 كامله. كيلو جوج نقولوا ما الدنيا هانيه، ولكن 10 غنكر. 10 زدتي معايا، هذه البطاطا ديالي مطيشه ديالي الحوت اللي جبتي معايا زاد فيك 10. فلهذا اعمل الحساب ديالك ان الانسان يحاول ان المرء يكرمه. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، واستوصوا بالنساء خيرا. ويكرم الانسان المراه، واللي بغى يفوز بالقلب ديال المراه، القلب ديال المراه اذا بغيتي تفوز به انك تحسن اليها ما استطعت، تحسن اليها. اذا طيبت لك على العدس قول له فريش العدس ولا الكرامه لا تشي جديد، هي العدس عاديه ولكن انت عاشقه. وشمتي طيبت لك تشرميله قول له لطيف على تشرميله، لا دير كاع واش بيسطاج ولا تشرميله، هي تشرميله بحال الناس حامطه، ولكن انت شكار قول له راه نبوس ديك اليد اللي عندك. لان علاش هيدا واش الحياه دحله. ونختم بهذه يعني باش ما نختم بهذه مساله الزواج، ان حتى الزوج دابا باش ما تعمل هذا تعيش الحياه وتعلمها وتقول لها تزين باش ما يجي للدار ما تجبرش شيخ احمد الميكانيك والشعر والكاميسون 60 درهم مريش باللي خيه. لا قول لها تزين وتعدل وكذا. وهذه احنا الرجل مطلوب كيحب هذا الشيء في المراه. شحال كتجبر اخر تزوج بالمراه هو كيتشوف في الزنقه. علاش ما كتلبسلوش شي المراه ما كتلبسش وتزين حتى هو داخل بالشرطه 94 مهري. فهمتي هذاك اللي كيفرقوا في الزنزان ديك بياطو ديك العله ومهري ملقومه ما بقاتلوش وداخل ما لبس احمر فيه النجمه شي حاجه واحده الماركه شي واحد ب 80 درهم خاص بالدخله هكذا وسكسف وكل تشكلي وحلاق وكذا. واش فهمتي تجبروا ماشي من الخدمه فيها العرقه ناعمه ما تهوش السكسف قطع الضفرين وكذا كل تشكلي انت وتقول كلام مزيون باش حتى هي كذلك. عاو هي كتجبرها. شحال من واحد كتجبر المراه ديالو ما كتعاملش معها مزيان في الدار. البوطه تقاضت العيل طاح الدواء تقاضى مول الضوجه مول الكرا كيفتش عليك يشعب ديك الباب ويخرج كيمشي طرح د البارتي كيقول له القاتله كوه القاتله فيك انت وما خصكش تمشي ب 20 خصك تمشي ب 100 باش على الله تفك مع هذه المراه ما ب 20 غتلحقك. علاش كيقنط في الدار ماشي بحال اخر كيجي كيجبرها لابسه ومكحله ومزينه ومعدله. وعلاش كيسلموا عليه صحابو كيقولوا له حمزه واجي نوقفوا كيقول له معاه مشغول عندي شي شغيه. شنو شغيه؟ المراه هي كتعمل في الدار وكعيبات وهذا كتدخل تقبل وتقول له مرحبا بك وتضحك وكذا. ماشي اخر علاش كيهرب للبارشي 5 طروحه البارشي عيد العرش 5 طروحه كاملين في القهوه. علاش كيقول ما رجعش للدار؟ علاش ارجع للدار غيجبر حميدو الشبيره متشرمله واش الراجل ولا هذا. فلهذا كتجبروا كيهرب القهوه. لكن الراجل اذا جبر المراه فيها الانوثه وكتلبس مزيان وتتكلم معه والكلمه الطيبه والله ما يبقاش في الزنقه ويجلس ويضيع الوقت ديالو وفلوسه. كتجبروا خارج في 6 من الخدمه 6 وتولد كيكون في الدار كيحل ويدخل. علاش؟ كيحس بالهناء. شحال من واحد والكلام ديالها الطيب. اخر كتجبر المراه كتهضر مع صاحبتها في التليفون لبنى كيف حالك لاباس بخير ما يجي الراجل ديالها وصافي جبتي ديك الزيت وديك البطاطا اللي قلت لك والطحين اش ما تقولش هو جبتي الزيت لا ما يسمعش هو مسكين هادشي. ولهذا اخر مشى التليفون مشى يقطع كارطه صغيره باش عرف ديك التليفون دا شريتها الايفون سكينه صغيره وموسطه وكبيره. هو عنده ديك الموسطه قال خصو يرجعها صغيره ومشى لاتصالات المغرب جبر تما واحد البنت قال لها خصني نقطع هذه الله يجازيك بخير اختي
هذيك العائله اللي الموظفه اللي اتصلت مره انت كيفاش كيكونوا كذا الموظف اللي خدامين تما، قالت لهم قطعوها صغيره مره ولا موظفه؟ قال لها قطع. اول مره يسمعها قال لها والله انا تقلقت تزويج. ها المراه فيني انا عندي قويد الرده، علاش الصوت ديالها مباع والله يا اخي الشيشه يعني هذا الراجل مطلوب في المراه انه يكون فيها الانوثه باش ما يشوفش في الزنقه. شحال من واحد ما كتبسلوش المراه في الدار كيكون جالس كيقول له صاحبو كيتهاود معاه كيقول له فاي بالك، كيقول له انا بياسه غازال ما عندكش بياسه في الدار. وقل لعلم وتشوف فيك هذا الشيء انت البسله. ابن عباس كيقول اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين لي. انت تزين له ولبس مزيان وكذا حتى الكلام طيب باش تسمع، وانت عاود وتكون حرش وراجل حتى هي كيحب انت كيعجبك المراه تكون انثى وهي كيعجبها الراجل يكون حرش عاود كذلك رجل. حنا كنا في برشلونه كنصليو في العصر في واحد المسجد وبها اختي ان شاء الله، وهو واحد السيد صونا له التليفون، صونا له التليفون فعوط عادي ديك التليفونات عادي فعوط يتكي على هذاك يقطع احمر، تكا على اوكي وجوج د المرات عرف صونا له التليفون بقى كيتكي هيدا تكا على اوكي جوج د المرات شنو يخدم. احنا في الصاله ساجدين السجده الاولى ونسجدوا السجده الثانيه، في ديك السجده الثانيه ما ينوضنا تصونا له التليفون في وسط الجامع تكا على اوكي جوج د المرات خدم ديك البوق وكبر الصوت الطابوس، هو تكا عليه وخدم ديك الطابوس. احنا ساجدين كنسمعوا حميد حميد رد عليا حميد العصار مشات واش اللي يسمع هذا عادي ابقى نقول سبحان ربي الاعلى تفافى كنقول من بيت الاحرار مشرق الارواح حميد وهذيك الصوت باقي في ودني انا لحد الان انا مآدي. الله يغفر له والله يغفر الله يسامح له ادانا زعما والله وتعدى علينا الله يغفر له. حميد قلت له يا صاحبي عندك في حال هذه ما نخليها لا طيب لا تصدق هذا صبرتي وقول لي حميد وانا والمشاكل يتحل علاش فلهذا الانسان هكذا المراه. شوف سبحان الله اخر دابا كتجبر المراه ديالو ما كتمشي معاه مزيان ما كتعطيش حقه تلبس له وتزين. فلهذا الشباب خصهم يعرفوا هذه المساله ويعلمها هي المراه يعلمها يقول لها كيفاش وتستافد منه حتى هو ويكون هذا الشيء باش كيجي بالقرايه. ولذا كيقول لك الكواريده سلموا وشبروا الدنايله. لا ماشي قضيه ديال الكوار عندهم جوج العقوله ولا جوج الريوس، لا الكواريده سلموا كيبداو باللي بدا به الوحي. أول آية نزلت أول كلمة من الوحي شنو هي؟ اقرأ